بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي واخواتي وحبايبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض طاجن العكاوي. فدي البصل ده بتاخد بصل كتير. ده بصل عباره عن كيلو ونص بصل، ضربتهم في الكبه، حطيت عليهم حبه زيت او حبه سمنه، ونضرب الطماطم بتاعتنا. ودي العكاوي سلقتها عشان نحطها بعد ما نخلص البصل. نقلب البصل لحد ما يدبل ونحط عليه عصير الطماطم، نقلب. خلي البصل كتير، البصل كتير بيديها طعم حلو قوي. اهي البصل اهي بعد ما دبلت خالص نحط عليها الطماطم بتاعتنا. والطماطم انا ضربها تلاقيها حمرا، ضربها ببنجر، يعني سلقه بنجر ضربها بيه. نسيبها تتسبك. نكون جهزنا الطاجن بتاعنا تسبك. نجهز الطاجن، نحط فيه اللحمه وندلق فيه البصل بالطماطم. بعد ما البصل والطماطم اتسبكوا اهو، اتسبكت بس عشان البخار، حطينا العكاوي في الطاجن. ده طاجن حماتي دي الله يرحمها، غالي عليا جدا. طاجن صعيدي بجد، يعني تحس فيه طعم الحاجة احلى من الطواجن اللي احنا بنشتريها. فهنحط فيها التقلية بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نكون مولعين الفرن بتاعنا. نفضيها عليها كلها كده. هتاكلي احلى طاجن من ايدك. اعملي اشتركي لي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، واكتبي لي في الكومنتات، واعملي لي لايك. طبعا حطينا الملح بتاعنا، هنزقها في فرن نحط التقليه كلها، نحطها في فرن البوتاجاز على الصاج من تحت، مش على الشبكه، على الصاج من تحت. طالما الطاجن ده يبقى على الصاج من تحت عشان ينشف ونشوف الطعم بتاعه. كده الطاجن بعد ما استوى، احلى طاجن من ايدين ام ادم. تاكليه، تعملي لايك وتشتركي في القناه، وشكرا على المتابعه.